اكسيون. يا سيدي السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس. دونك فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب، بوك هول، باش نوريكم شنو شريت من معرض الكتاب بسوسة. دونك عملت فيديو البوك هول متاع معرض الكتاب بتونس، اللي حاب يرجع يشوفوا بيان سور يشوفوا. هذوما الكل، مش هذوما الكل اللي شريتهم من تونس الحقيقة، هكا حبيت هكا برشا كتب هكا في نفس الوقت. فيهم بارتي اللي شريتها من سوسة، وفيهم بارتي اللي شريتها من تونس اللي سي بون عملت عليها فيديو. دونك او تو باش نحاها خلي تفضى الدنيا شوية، خاطر سي بون معناها سبق واني وريتها لكم وحكيت عليها. دونك جوست فازة هكا هو معناها هكا باش يبداو برشا كتب. دونك البوك هول اللي فات معناها نحكي شوية هكا بتلقائية. أكثر فيديو عمل لي فيوات هو البوك هول اللي معناها وريت فيه الكتب اللي شريتها، أكثر من الفيديوهات الأخرى اللي هي معناها فيديوهات نتناول فيها معناها كتاب ولا موضوع تاريخي ولا حاجة. من قبل زاد، حتى قبل كي نعمل بوك هول يعمل برشا فيوات. أبارامون الحكاية عندها علاقة بأنه معناها احنا التوانسة كان نشيخو كي نتفرجوا على هكا شخص شنو شري ولا وين مشي ولا شنو كلي، ولا حتى ديجا في التيك توك وكل شيء أكثر فيديوهات معناها يضربوا هما الفيديوهات من الستيل هذايا معناها. دونك كنت لو كان معناها شريته معناها ما عملتش الفيديو الأول متاع مشترياتي من معرض كتاب بتونس، كنت راني عملتها في فيديو مع بعض، وراهو ديجا الفيديو اللي فات جاء تقريبا 40 دقيقة، راهو تصور هذوما الكل راهو جاء أكثر معناها من ساعة. جات بصلاح كيف عملت الفيديو متاع معرض تونس، خاطر هما بيناتهم ديجا جمعة، ومن بعد كي شريت زادة من معرض سوسة قلت لكم يعني ديجا في الفيديو هذاك عندي برشا كتب معناها باش نأجل اني نشريها المعرض سوسة وقتها وفاولي الفلوس في تونس. دونك هذه هي الكتب اللي شريتها من معرض سوسة، باش نوريها لكم بالكتاب. مرحبا بكم عشان يوتيوب. اللي ماهوش ابوني معناها يحط ابوني ويكون بارمي معناها المتابعين متاع الشين هذه، كيلك سوا على اليوتيوب ولا على الانستغرام ولا على التيك توك، ومرحبا بكم. دونك باش نبدا، لا اله الا محمد رسول الله. ترى خلينا نبداو بالبارتي هذه. هاي سيدي. دونك ذوما ظهر لي حطيتهم مع بعضهم اللي هما من دار صوتي ميديا. دار صوتي ميديا دار معناها من الديار اللي عندي رف كامل في المكتبة متاعي للكتب اللي معناها مخرجتها الدار هذه، اللي هي دار معناها رائعة جدا في تونس، تخرج كتب قيمة جدا، معناها تخرج عندها مئات الكتب الصادرة، ومعناها هي الدار اللي تخرج للكاتب معناها الصحفي صافي سعيد، ومعناها القائم على الدار هذه معناها المولاها اللي هو الأستاذ فوزي. دونك الأستاذ فوزي يعطي الصحة، معناها كان كل معرض معناها أبار إني نشري من عنده، كان معناها كل معرض يهدي لي كتاب. معناها المعرض بتاع مناول نتذكر هدي لي كتاب اسمه العقل الهش، في إطار إنه كي كنت نخدم أستاذ معناها في إطار الخدمة بتاعي. والمعرض هذا كهدالي كتاب فيما يتعلق بالطفولة، باعتباري معناها وليت نخدم في مجال الطفولة اللي هو نشأة المنظمة الوطنية للطفولة التونسية. يعطي الصحة وتحية معناها الدار صوتي ميديا. دونك الكتاب الأول هو نشأة المنظمة الوطنية للطفولة التونسية، اللي هي معناها جمعية من قبل الاستقلال معناها تهتم بالترفيه على الأطفال، ومعناها اللي هي معناها منها نبثقة المصائف والجولان اتسترا. دونك دار صوتي ميديا بخلاف معناها الكتاب هذا اللي هو جاني هدية، عمل لي سوم باش اني خذيت بقية الأعمال اللي ما عنديش للصافي سعيد. صافي سعيد كما قلت لكم عندي بارتي في المكتبة متاعي، أني معناها من هواة أني نجي الكاتب ونجمع له الأعمال متاعه. دونك صافي سعيد عندي بريسك الأعمال متاعه الكل. فما كان زوز أعمال ما لقيتهاش
هي معناها قديمة برشا وللأسف معناها ما لقيتهاش. أبار سا معناها عندي أعمال والكل كملت في المعرض هذا، بروفيتيت باش شريت له بقية الأعمال اللي ما عنديش، اللي هي معناها روايات اللي ما قعدوا ليش، معناها الروايات سنوات البروستاتا، حكاية فيه على معناها الرئيس بن علي والفترة الأخيرة متاع الرئيس بن علي. قبعة الكوموندانتي هذا كتاب ضخم معناها عندك هذا، والكيتش كروايات معناها تشوفوا صافي سعيد معناها يكتب كتاب، عنده كتاب فيه 850 صفحة الكتاب الأخير اللي هو الجيوبوليتيك التقدم، معناها نظرية فيما يتعلق بالمغرب العربي. تو ان شاء الله نبرمج صافي سعيد ان شاء الله باش نعمل عليه فيديو وحده، خاطر بالحق معناها كاتب بوليمي معناها عنده كتب، عنده برشا كتب ما شاء الله، معناها تقريبا معناها 25 كتاب اللي عندي معناها في مكتبتي. تنوريكم معناها الرف اللي عندي، رف كامل معناها يكاد يكون رف كامل مخصص للكاتب هذايا معناها صافي سعيد. دونك قبعة الكوموندانتي، كازينو بلوس، والإغواء الملكي. دونك هذه الأربع روايات اللي من الكتب اللي قعدوا لي بروفيتيت اني معناها شريتها من دار صوتي ميديا للصافي سعيد. لا اله الا رسول الله. باهي خلنا نطلع من هنا. باهي دكتور حكيم بن حمود خذيت له زاد اعمال من دار محمد علي. دار محمد علي زاد من الديار المهمه جدا في تونس، وتخرج في اعمال رائعه جدا، وديجا هي اكثر دار شريت من عندها كتب في المعرض هذا. تحية لها معناها عملت لي صوم رائع جدا، وخذيت من عندها برشا عناوين، خذيت من عندها تنشوفوا الأعمال الكاملة متاع الهادي تيمومي، خذيت من عندها كتب الأستاذ فتحي ليسير اللي عملت عليه فيديو متاع بورقيبة مؤرخا، خذيت من عندها زاد كتب للأستاذ حكيم بن حمودة. حكيم بن حمودة سبق واني عملت عليه فيديو، هو سياسي تونسي بالاساس، هو معناها شد وزير ماليه في فتره حكومه المهدي جمعه، واللي خلاني معناها نقرا له ونعمل عليه فيديو ونهتم به انه قليل باش تلقى سياسي هكا يكتب بالطريقه هذه ومثقف، وكان عنده معناها سلسله متاع مقالات يعملها معناها يصدرها كل نهار تحد في جريده المغرب قبل معناها. دونك كنت مهتم اني نقرا له المقالات هذيك، كل حد نشري جريده ومعناها نقرا له الاعمال نتاعو، بخلاف اني عندي برشا اعمال اخرى خرجها على دار نقوش عربيه، عرض على دار مسكلياني، على دار نيرفانا. نحاول نوريها لكم كل الاعمال اللي عندي بتاع الاستاذ حكيم بن حمود. دونك ورقات في عالم متقلب هذا الكتاب الاول، قراءه في دفاتر العنف والارهاب والامل اللي هو ظهر لي كتاب هذا معناه باش يكون خرجوا في فتره الارهاب في تونس 2014 2013، مازلت ما قريتهمش بيان سور. نحو حداثه متجدده في الربيع العربي، معناها وجهه نظر فيما يتعلق بمعناها ما بعد ما يسمى الربيع العربي. دونك هذه الأعمال اللي شريتها للأستاذ حكيم دكتور حكيم بن حمودة من دار محمد علي. دار محمد علي زاد ودار التنوير هما معناها مع بعضهم كانت عاملة بروموسيون في كتب قديمة. دار التنوير بالأساس دار التنوير اللي هي ناشرة الأعمال متاع دوستويفسكي، ناشرة معناها تنشوفوا شنو آخر ناشرة، فما معناها عاملة بروموسيون في كتب قديمة. بروفيتيت اني شريت منها كما اطفال بورقيبة، رواية لحسن بن عثمان الاعلامي حسن بن عثمان. الكتاب هذا زاد دور هيئة الامم المتحدة في النزاعات الدولية، تحكي على معناها مثال العراق، الامم المتحدة كيف تعاملت في معناها النزاع معناها بين الولايات المتحدة الامريكية والعراق. الكتب هذوما ظل شريتهم ب5000 ولا ب10,000 الكتاب الواحد، وكتاب معناها في الحجم هذا وفي الموضوع هذا تسمى قيم. هو قديم صحيح معناها صادر 2013 ظهر لي، لكن معناها مهم جدا وما ندمتش اني شريته. باهي خلينا نشوفوا هذوما الزوز وحدهم الساعه باش نربحوا الاسباس. الكتب هذوما شريتهم معناها عن بعد. فما صديق في الفيسبوك عنده مجموعه متاع مجموعه على الفيسبوك يبيع فيها الكتب المستعمله. عرضني كتاب ثعالبي معجزة محمد، وكما قلت لكم زاد معناها من الكتاب اللي معناها مهتم اني نجمع لها الاعمال نتاعها.
عبد العزيز ثعلبي وما أدراك. ديجا سبق واني عملت عليه معناها فيديو، تو نحط لكم في الديسكريبسيون الفيديو متاع عبد العزيز ثعلبي والفيديو متاع الاستاذ حكيم بن حموده. دونك كيف زاد عندي مجموعه في المكتبه متاعي معناها اعمال، نحب نلم الاعمال متاع المفكر عبد العزيز الثعلبي. هكا مش كان بورقيبه باش ما يقولوش الناس شبيك مغروم كان بورقيبه شبيك عندك معناها الكتب. حتى عبد العزيز الثعلبي زاد شخصيه تونسيه نحترموه ونؤمنوا به وعنده اثر، ومعناها نحاولوا لو ماكسيموم نغزروا للتاريخ بموضوعيه. الكتاب هذا معجزه محمد هو جزء ثاني، والجزء الاول ما موش موجود. الكتاب هذا دار الغرب الاسلامي اللي هي دار عندها قداش معناها ما عادش تنشط، والكتب ولات نتاعها نادره، فمعناها عرضني الكتاب هذا حتى من غير الجزء الاول نتاعو، شريته معناها وما ترددش. الصديق صاحب المجموعة هذه اللي قلت لكم عليها معناها كان معناها يعطي الصحة معناها في جيست عملها انه بعث لي زاد معاه كتاب في المجال متاع خدمتي معناها في الطفولة، بعثه لي هدية بخلاف الكولي متاع الكتاب. الكولي معناها فيه الكتاب هذا، ونلقى فيه الكتاب هذا سيكولوجيا الطفولة والمراهقة وحقائقها الأساسية. دونك دراسة بسيكولوجية على معناها الطفولة، ربما معناها نستحقها في خدمتي. يعطي الصحة ومعناها يعطي الصحة. دونك بخلاف الكتب هذه، دونك شنو عندنا آخر نحطوها من هذه. ثلاثية تاريخ الأستاذ عبد الواحد المكني. كيف عبد الواحد المكني سبق وأني عملت عليه فيديو، تو نحط لكم الليان معناها بتاع الفيديو هذايا. الفيديو كان مرتكز على كتاب اسمه كلمات تونسية، اللي هو كتاب خرجوا عن دار سيراس للنشر. كان خذا كلمات تونسية معناها احنا تظهر لنا معناها عادية، واللي هي مش عربية تفهمهاش لا عربية لا إيطالية لا واحد، وكان معناها فصلها وأصلها لشنو معناها ترجع وشنو التاريخ متاعها. بخلاف عنده برشا أعمال، عنده برشا أعمال الأستاذ، كنت في بالي عنده 5 أعمال ولا 6، عنده معناها تقريبا 17 عمل، منها معناها المنشور ومنها كلها ربما ظهر لي كلها معناها منشورة، لكن فيها اللي ماهوش متوفر في السوق التونسية على خاطر معناها تلقاها الكمية معناها نفذت. دونك السلسلة هذه سلسلة جميلة جدا. قلنا معناها الأستاذ عبد الواحد مكني عنده أسلوب في الكتابة جميل جدا. سلسلة زمان الأبيض والأسود، توارخ وتواريخ. كيف زمان الألوان، توارخ وتاريخ اللي هي الجزء الثاني، وزمان عماء الألوان، توارخ وتاريخ. أبرامول السلسلة الكل اسمها توارخ وتاريخ، وكل جزء اسمه واحد زمان الأبيض والأسود، واخر واحد زمان الألوان، والآخر زمان عماء الألوان. مازلت ما قريتهاش، متشوق باش اني معناها نقراها. كيف زاد هذا من الكتب اللي قلت لكم بروموسيون في دار التنوير عملتها، خرجت الكتب القديمة، وهذا خذيته ب5000 معناها كتاب معناها الموضوع نتاعو معناها جلبني، اللي هو سجالات الدين والتغيير في المجتمع السعودي. معناها نعرفوا اللي المجتمع السعودي حساس فيما يتعلق بالدين، وقاعدين نشوفوا فما حاجات قاعدة تتغير مع معناها ولي العهد محمد بن سلمان، ولينا نشوفوا في حفلات، ولينا نشوفوا في معناها اهتمام بالرياضة غير مسبوق. فما سياسة معناها قاعدة تتغير، سياسة دولة السعودية. حبيت نقرأ عليه الموضوع هذاك، معناها شيق باش اني نقرأ عليه. السعودية كان عندي كتاب معناها جميل جدا قريته على السعودية، اللي هو دراسة على نشأة دولة السعودية. تنوريه لكم معناها في الأثناء، تنحط لكم الصورة متاعه في الفيديو. عبد العزيز قاسم، بورقيبة المستمع الأكبر. بورقيبة وعلاقته بالراديون، علاقته بالفن، علاقته بالمؤسسة الوطنية للإذاعة والتلفزة. كيف معناها هذا حكيت عليه في الفيديو اللي عملته على الكتب اللي عندي متاع الزعيم لحبيب بورقيبة. ثلاثية هذه شريتها زادة كيف في إطار بروموسيون. ثلاثية متاع رواياتك
متاع اللي فيها معناها تحكي على المجتمع المصري في فترة الستينات وفي فترة الخمسينات مع جمال عبد الناصر. تصفحت الرواية، معناها تصفحت إحدى الكتب هذه، فمعناها جلبني القلم وجلبني معناها الموضوع اللي تحكي عليه، فشريتها نذكر ب25 دينار الثلاثية هذه. هي كانت ب30 دينار، شريتها من دار مجمع الأطرش للكتاب، اللي هي دار النشر التونسية المعروفة اللي تخرج كتب القانون. دونك قاعدة تبدل في التوجهات متاعها مجمع الأطرش بخلاف القانون، ولا تنشر برشا في العلوم الإنسانية في الأديان، وهذه روايات معناها مستوردة من مصر. عندك كل روايات الجيب البوليسية زادة. دونك كانت هذه معناها الرواية، ما شريتش برشا روايات الحق بخلاف الروايات متاع الصافي سعيد، وبخلاف هذه خاطر لقيتها بروموسيون. تكاد تكون الرواية الوحيدة اللي شريتها من دار مسكلياني، واللي قعدت ازيتي ما بينها وما بين الرواية اللي خذت البوكير متاع السنة، ومن بعد في الاخر خذيت هذه معناها اللي هي بلاص اليهودي متاع الأستاذة مايا الكسوري. دونك كيما قلت، كيما تشوفوا معناها في الكتب متاعي معناها ما شريتش برشا روايات وما نقراش برشا روايات، وهنا مانيش باش نبدا نلعبها كالبطل اللي قال شنو معناها الروايات راهي حكايه فارغه متاع الصغار وما تثقفش. راهو تقصير مني معناها، راهو الروايه ما تصوروش قداش مهمه جدا وقداش معناها تثقف ربما اكثر من كتاب. خاطر الرواية معناها راهي قصة تشد القارئ، تلقاه منتبه، وهي إيكومبري فما قداش من ميساج، قداش من فكرة، قداش من معلومة باش ياخوها، باش يتكون، باش يتثقف. مهمة جدا الرواية معناها. كيما قلت لكم معناها تقصير مني يعني أني مانيش قاعد نشري في الروايات. دونك رواية بلاص اليهودي هي الرواية تكون الوحيدة اللي شريتها من المعرض هذايا. دونك معناها حكيت عليها في كلمتين معناها في المواقع التواصل. اللي خليني نشري رواية انه سبق واني قريت للأستاذة مايا الكسوري رواية معناها خرجتها 2019 على ما اتذكر، اللي هي نهج انجلترا. ومايا الكسوري معروفة اللي هي محامية معناها في مجال الدروا، معناها جوريست. يقول قائل شو علاقتها بالرواية؟ بعد ساعات يقول لك يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، أو يوجد في البحر ما لا يوجد في النهر. عندها قلم معناها رائع جدا، ومعناها أجمل من أنك تقرأ رواية كتبها واحد متخرج من كلية الآداب والعلوم السياسية وعامل ماستر حضارة وعربية. عندها أسلوب في الكتابة معناها جميل جدا. نتفكر معناها رواية نهج انجلترا، دونك مزيانة برشا كي قريتها، وذاك علاش معناها كيف لقيتها خرجت معناها رواية جديدة اللي هي بلاص اليهودي. دونك ما ترددش باش اني شريتها. ادعوكم انكم معناها تشريوها، رواية معناها جميلة جدا، تحكي على تونس في فترة الأربعينات والخمسينات والستينات والتغيرات اللي قاعدة تحصل في المجتمع التونسي. تحكي على الاختلاف ما بين معناها المواطنين التوانسة، كيفاش فيهم مسلمين بيان سور هذيك الأغلبية، فيهم يهود، فيهم من جنسيات أخرى، مالطيين، فيهم معناها إيطاليين، فيهم فرنسيين، فيهم حتى معناها تكاد تكون البطلة متاع الرواية هذه معناها جنسيتها معناها روسية. معناها رواية ممتازة جدا. أدعوكم باش أنكم معناها تطلعوا عليها وتقرأوها. دونك بخلاف الروايات، الجاليات الأوروبية في ظل الاستعمار الفرنسي، مدينة سوسة ما بين 1881 و 1939. دكتور كمال جرفال هو أستاذ معناها في كلية الآداب بسوسة ظهر لي. دونك بحث يحكي على الجاليات الأوروبية والفرنسية بالتحديد اللي تعيش في سوسة. وسوسة باعتبارها معناها المدينة متاعي معناها مهم، حبيت أني نطلع عليها النقطة هذه، خاصة أنه عندنا بلاصة في سوسة نقولوا تروكاديرو اللي هي أصلها يعيشوا فيها الفرنسيس معناها اللي جاوا معناها مع المستعمر الفرنسي. دونك بحث طويل وتحسه معناها دقيق جدا، في معناها 500 صفحة. وفما شكون قال لي الأستاذ هذا كمال جرفال معناها أستاذ مهم معناها في الكلية ديجا. شنو هذا؟ فما خرائط ما شاء الله، والله يا سيدك تو تعرفت على هذه. فما صفحة تو كي تصفحت الكتاب فيها أغزر كيفاش فيها خريطة لي معناها مدينة سوسة.
معناها أول مرة الكتاب يخرج بالطريقة هذه اللي هي حاجة باهية. معناها تلقى فيه صفحة فيها معناها خريطة فيها كذا. جميل جدا. الجاليات الأوروبية في ظل الاستعمار الفرنسي، مدينة سوسة كمثال. الحدث الوحش جائحة كوفيد 19، مقالة في التاريخ الآني فتحي ليسير. هذا كتاب يحكي على فترة الكورونا في تونس وفي العالم، كيفاش تعامل معها العالم، كيفاش تعامل معها الإعلام، كيفاش الاقتصاد. الأستاذ فتحي ليسير أرخ للفترة هذه متاع الكورونا. وكما قلت لكم سبق وأني عملت فيديو على كتاب الأستاذ فتحي ليسير اللي هو كتاب بورقيبة مؤرخا. الهادي التيمومي، انتفاضة تالا والقصرين 1906. هذه الأعمال متاع الهادي التيمومي. الهادي التيمومي مؤرخ كبير برشا، معنا بريسك في كل فيديو نجبد عليه ونقول مؤرخ كبير برشا، ونقول زاد راني برمج نعمل عليه فيديو في الأيام القادمة. انتفاضة القصرين وتالا عملت عليه فيديو، ما نعرفش اسكو عملته، معناها سجلته الفيديو سي بون ومازلت ما هبطوش. ما نعرفش اسكو الفيديو هذا متاع البوك هول هو اللي باش يهبط قبل، ولا انتفاضة تالا والقصرين هو اللي باش يهبط قبل. دونك الانتفاضة هذه اللي عملوها قبيلة الفراشيش، عملت فيديو معناها في هالحادثة التاريخية ذي 1906 اللي قاموا بها قبائل الفراشيش ضد معناها معمرين فرنسيين. الهادي التيمومي كما قلت لكم قاعد نجمع له في الأعمال متاعه، ظهر لي سي بون معناها عندي الأعمال متاعه الكل شريتها له من معرض سوسة، معناها تشجعت اني شريت له كل الاعمال. دونك عنده الموسوعة هذه موسوعة الربيع العربي في تونس، متكونة من 6 اجزاء. سبق واني قريت الجزء الاول، دونك الجزء الاول كان عندي من قبل، وتوا شريت ال5 اجزاء الاخرى ان شاء الله معناها نبرمج باش اني نقراه. ديجاني الفتره هذه قاعد نقرا في الهادي التيمومي، برمج الفرد مره باش نقراها له. مازلت كي كملت الحركه القوميه، هذايا الحركه القوميه العربيه، الاصول اعاده التاويل ومعناها تفاصيل على ما يسمى الحركه القوميه. دونك هذا قريت وقعدت ونقرا في الحركه الصهيونيه في تونس. هذا كتاب حساس جدا، وكتاب معناها وقت اللي اول ما حب يصدروا سنه 1881 ظهر لي يقول لك السلطات التونسيه منعته، ومن بعد رخصوا له نحاولوا تقريبا ثلث الكتاب. فما معناها برشا معناها اجزاء قالوا له هذه ما تحكيهاش. لين 2011 صدرت هذه الطبعه معناها فيها كل التفاصيل. كتاب هام جدا، ربما معناها كي نقراه ونعمل عليه معناها فيديو مقدمه او محمود درويش، الشاعر محمود درويش. مازلت كي بديت نقرا فيه قريت جوست المقدمه فوالا هاك، وصلت صفحه 15. باهي دونك وقفنا الهادي التيمومي، انتفاضة تالا والقصرين أو انتفاضة الفراشيش، وفي أصول الحركة القومية العربية، الحركة الصهيونية في تونس، وموسوعة الربيع العربي. هذه معناها تحية للأستاذ المؤرخ الكبير الهادي التيمومي. مبرمج كامل الفيديو اللي باش نعمله هو باش نحكي على أروع كتاب عندي في تاريخ تونس، اللي هو اللي اسمه كيف صار تونسيون تونسيين. ربما في الكتاب هذاك معناها نحكي لكم على الهادي التيمومي ونوريكم الأعمال اللي عندي متاع الأستاذ المؤرخ الهادي التيمومي. الكتاب هذايا خلينا نبدأ بهذا ومن بعد نحكي لكم على هذا خاطر عندهم علاقة ببعضهم. دونك الإتحاف، وما أدراك ما الإتحاف. إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان لأحمد ابن أبي الضياف. الكتاب هذا كتاب معناها روبير في تاريخ تونس. كتاب معناها بورقيبة هو الذي أمر بتحقيقه، قام بتحقيقه المؤرخ التونسي حمادي الساحلي. دونك الكتاب هذا اللي كتبه أحمد بن أبي الضياف يحكي فيه على فترة معناها الإيالة التونسية، فترة حكم الدولة الحسينية والدولة المرادية قبلها.
دونك وثيقة مهمة جدا في تاريخ تونس. كيما نقولوا معناها كتاب ابن خلدون، كيما نقولوا أقوم المسالك متاع خير الدين، نقولوا زاد إتحاف أهل الزمان، الإتحاف خلاصة. أقوم المسالك زاد عندي منه معناها كتاب خير الدين باشا. شريت كتاب أحمد ابن أبي الضياف اللي هو معناها 4 أجزاء، ومعناها كان صاحب دار النشر معناها عمل لي فيه سوم يعطيه الصحة. دونك راهو وصل لي اللي يشريوا في الكتب ويقراوا مشيش تقولوا مثقفين، راهو الناس يقول له معناها سوم، يقول له رانا نبيع ونشريو معناها ونلكلكوا في السوم ونكبشوا ونعملهم الكل باش معناها نشريو كتاب. دونك الكتاب هذايا معناها كان فيه هو بروموسيون كبيرة، خليته حتى الآخر نهار ومشيت له زاد عمل لي فيه، خذيته ب50 دينار ال3 أجزاء هذوما. كبش له باش انه ناخذه ب40، ما حبش في اطار، قال لي راهو خساره واحد. من بعد كيف شافني معناها سي بون قلت له اوكي هاو 50 دينار. عطاني هديه باش نوريها لكم، الهديه مع الكتاب هذا. لكن الكتاب هذا معناها تو برك حليته، نستانس راهو كي نشري كتاب نروح اول مره نحلو ديريكت. دونك قلت خلي نحلو وقت اللي نعمل الفيديو، خاطر معناها نعرف كل هكا اتيرونت فاست انك تشد كتاب ولا حاجه وتحلها هكا قدام المشاهدين يبداو يتبعوا على الاخر والفيوات تبدا ترتفع. دونك قلت خلي معناها نطرشقوا في الواحد. دونك والله طبعا مزيانه والورق معناها رائع جدا. دار زخارف للنشر، منشورات زخارف، المجلد الاول والثاني، هما بارامون 8 مجلدات. دونك كل كتاب فيه 2 مجلدات. الإتحاف منشورات زخارف، والله تحية لها هذه معناها ديجا عملنا ولا شريت من عندها كتاب زاد هو دعمته وزارة الثقافة. الكتاب هذاك هو مجموعة أعمال العروسي المطوي، معناها شريته عمناول من دورة المعرض اللي فات، وتوا شريت أحمد بن أبي الضياف الإتحاف. دونك سعيد به جدا. قلت لكم هذا صاحب دار النشر هذه كيف شافني معناها من الاول كبشته، من بعد سي بون هاي قلت له فلوسك اخويا ولا يخسر مؤمن. اعطاني هديه برجوليه قيمه جدا جدا جدا، وحتى من حيث الثمن معناها يعطي الصحه كبر قلبه معناها. الكتاب هذا بس من الاول سالته عليه قلت له بقداش، قال لي 27 2 أجزاء. قلت له باهي يا من حيواني هذا شريته اخر نهار في المعرض، كل واحد معناها سي بون صرف معناها ما بين المعرض سورسا وتونس تقريبا 1,500,000 دينار. دونك قعدت نبيع ونشري بال10,000. كي حب قلت له ناخذه عام الجاي ان شاء الله. دونك قال لي جاو خذوه معناها خذوه بلاش، ميم با اعطيني 5,000 ولا 10,000. قال لي خذوه ابيك باش تاخذ هذا بسومه 50 دينار كامل، خذ معاه هذا اللي هو سيرة ذاتية متاع الزعيم الكبير فرحات حشاد. فيه 2 أجزاء، واحد معناها بالعربية والاخر بالفرنسي، مقالات. وقال لي راهو معناها قيم جدا، ودراسة راهي قيمة جدا. الكاتب متاعها اللي هو أحمد خالد معناها مازلت ما تصفحتوش، مازلت ما قريتوش، اما سعيد به جدا. معناها الزعيم فرحات حشاد بطل الكفاح الاجتماعي والوطني، شهيد الحرية، حياته ونضاله وفكره وكتاباته. معناها حتى معناها الأعمال اللي كتبها بون احنا فرحات حشاد ما نعرفوش انه كاتب، لكن اكيد باش تلقى ربما مقالات، ربما خواطر، ربما فما تصاور، معناها برشا تصاور على فرحات حشاد. سعيد به جدا ويعطيه الصحة معناها صاحب دار النشر. واحد يقول لك كيف معناها يكبر قلبه معناها ربي يعطيه. معناها بالحق من الاول كبش له باش يحسبوا لي معناها بسوم، كي هو كبش ومعناها سي بون قلت له هاي تفضل لا صومك لا يخسر مؤمن. قال لي معناها شدها وهذا هديه ويعطي الصحه. وتحيه لدار زخارف للنشر، وتحيه للزعيم فرحات حشاد وما ادراك من فرحات حشاد. باهي لا اله الا الله. الكتب في ساعة وفاة وبارامون، علاش؟ خاطر معناها الزوز معناها الأعمال الكاملة متاع إتحاف أهل متاع مش الأعمال الكاملة، إتحاف أهل الزمن اللي هو كبير. وطب باش نحكي لكم على أهم استثمار شريته في معرض الكتاب ما بين سوسة وتونس.
دونك الكتاب هذايا قعدت نأجل فيه يجي 8 سنين نحب نشريه. هو معناها 5 أجزاء، دونك كتاب باش يكون غالي. دونك قعدت نأجل لين الدورة هذه متاع 2025. دونك معناها تشجعت باش اني شريته. دونك هو من 200 ألف، فيه بروموسيون ولا ب140 ألف، اللي هو مدن الملح وما أدراك ما مدن الملح، عبد الرحمن منيف. دونك الرواية هذه معناها أو الكتاب المجموعة هذه معناها سعيد بها جدا. كما قلت لكم أجلت أني نشراها معناها عندي قداش. سبق وأني تعرفت عليه من خلال رواية شرق المتوسط، الرواية اللي كتبها، اللي هو ينقد في الحكام الديكتاتوريين بين ظفرين في المنطقة العربية، واللي هي تنجم تنطبق وقت على كل حاكم معناها عربي في تلك المنطقة. ذاك علاش هي كانت رواية ممنوعة في برشا دول، إلى حين أني شريت مدن الملح. حسب ما قريت عليها مدن الملح يقصد معناها الملح هو تجسيد للبترول، كيفاش معناها هالشعوب معناها مستغلة من قبل الحكام متاعها، واللي هي عندها هالثروة هذه. دونك سعيد بها جدا هالمجموعة الرائعة هذه. أكيد هذه معناها باش تستحق واحد ينعزل باش إنه يقراها. فما واحد في المعرض كيف راني نشري فيها معناها قال لي هذه صديقي لازمها قبل ما تشريها تشري معناها شيزلونج، تحضر تلمون تهيئ روحك باش تشريها، تشري لها شيزلونج وتركش معاها معناها في الصيف، تعمل عليها جو. هذا اللي ناوي إن شاء الله، خاطر بالحق معناها طويلة. هذه السلسلة الرائعة جدا، متصوروش قداش عينيا معناها قلوب مع هذه المجموعة اللي هي سلسلة مدن الملح. دونك هذه المجموعة الكتب اللي شريتها إن شاء الله تكون عجبتكم. المعرض هذايا معناها صرفت فيه اللي ما عمري ما صرفته. وصلت أكثر مرة شريت من معرض كتاب، شريت مليون. المعرض هذايا اللي هو معرض تونس ومعرض سوسة هتكلف لي تقريبا 1,500,000. دونك كل واحد باش مغروم أكيد هي مجرد أرقام، كيما إنسان مغروم منعرفش بالكورة بالماكلة بالواحد، بل يتناجات في الكتب والأوراق. كانت هذه المجموعة المتواضعة. علاش نقول متواضعة؟ خاطر راهو مازالت عندي عشرات الكتب اللي نحب نشريها والتولواتات، خاصة الموسوعات الكبيرة. عندي برشا كتب نحب نشريها. إن شاء الله كل ما نشري مجموعة من الكتب نوريها لكم في الشان متاعنا. وصلنا إلى نهاية الفيديو. يعطيكم الصحة كان قعدتوا تتفرجوا. اعطيوني تعليقكم بالطبيعة على الكتب اللي شريتها، العناوين كان قريتوهاش، كان تحبوش تقرأوها. ونتلقاو إن شاء الله في فيديوهات أخرى. بسلام.